يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء الروقان، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. مش معنى بقى ان الاسعار زادت هنبطل نعزم بعض ونود بعض، لا يا جماعة والله خالص. العزومة عمرها ما كانت بكتر الاطباق، العزومة تملي بتبقى في التقدير. وقالوها بقى ايه اجدادنا زمان، بصلة المحب خروف. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض عزومة بفرخة واحدة سهلة وسريعة وكمان في منتهى الجمال، هتعزمي عليها حبايبك وعايزه اقولك هتعجبهم جدا. مش هنتكلم بقى عن الوصفه كتير، تعالوا نشوف الطريقه والمقادير. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين كده قدامي بقى الفرخه، انا خليت الراجل اللي هو الفرارجي يقطع لي الوراك كده لوحدها والاجنحه كمان لوحدها، وكمان خليته يعمل لي بقى الصدر بتاعها بانيه. دلوقتي حطيت الحله دي على النار وحطيت لها شويه ميه خليتهم يجلي. هنزل بقى كده بالصدر اللي هو بتاع الفرخه اللي هو المخلي يا جماعه، العظم بتاع الفرخه والجلد. دول هعمل منهم شوربه لان انا هعمل بيهم يعني صنف كده شوربه جنب الاكل. واحط لهم كمان بصلايه وطماطمايه وشويه بقى من الورق اللورا والحبهان والفلفل الحب واخليهم يغلوا، هيعملوا لي احلى شوربه. عايزه اقول لك العضمايه دي بتعمل احلى شوربه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا بقطع بقى الوراك كده، كل ورك بقطعه الاتنين. الفرخة دي يا جماعة كانت عاملة تقريبا يعني الوزن بتاعها 2 كيلو، فهي يعني فرخة ما شاء الله كبيرة مش صغيرة. وبعد ما قطعت بقى الوراك بتاع الفرخة كده، انا عندي 4 قطع وراك وكمان قطعتين بقى الاجنحة، يبقى كده يبقوا 6 قطع. هحطهم بقى في الصينية دي وهبتدي بقى ان انا اتبلهم تتبيلة شوي. عايزة اقول لكم سريعة جدا، هتبقى عبارة عن الملح وكمان الفلفل، يعني معلقة صغيرة كده من كل نوع. واحط كمان شوية بقى من البهارات اللي هي المشكلة بتاعة الفراخ، وشوية كمان من البصل اللي هو البودر، وشوية كمان من البابريكا تقريبا زي ما بقول لكم معلقة شاي صغيرة. واحط كمان رشة بقى من زيت الزيتون، ما عندكيش زيت زيتون استخدمي زيت عادي، وممكن كمان تستخدمي زيت الذرة. وحطيت شوية كمان من الصويا صوص. هقلب بقى الفراخ كويس جدا في التتبيلة دي. المفروض يعني ان انت تسيبيها مثلا ربع ساعة او نص ساعة في التتبيلة علشان تتشرب بقى الطعم بتاع التوابل الحلو. وبعد كده كنت مقطعة كده تقريبا يعني كيلو بطاطس، بس مقطعاه قطع كبيرة علشان ياخد التسوية بتاعة الفراخ. هقلب بقى البطاطس كده مع الفراخ مع بعض من غير صلصة خالص يا جماعة، احنا كده هنعمل فراخ وبطاطس مشويين مع بعض في الفرن. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما قلبت بقى الفراخ كويس جدا في التوابل، خليتها من تحت وخليت الفراخ كده من فوق. البطاطس معلش خليتها من تحت والفراخ هي اللي خليتها من فوق. وبعد كده جبت ورقة ألمونيوم فويل بقى وهغلفها كويس جدا. هحطها على جنب مش هدخلها الفرن دلوقتي، على بال ما الفراخ يعني تاخد من طعم التوابل. هنا بقى بالمبشرة ببشر حتة ليا تقريبا 100 جرام ليا. وهنا في الكبة حطيت بصلاية كبيرة وكمان قرنين فلفل رومي وقرن فلفل حامي وكمان يعني تقريبا فصين او 3 توم. هحط لهم كمان ربع كوبايه ميه وهعصرهم كويس جدا جدا بالكبه. هفرمهم كويس قوي ان مش عايزه الميه بتاعتهم علشان هعمل كفته فراخ مش عايزاها يعني تفك. دلوقتي هجيب بقى مصفى وهبتدي بقى ان انا اصفي الخليط اللي انا عملته في الكبه ده اللي هو البصل مع الثوم مع الفلفل. هخليهم كده يتصفوا كويس جدا، والميه اللي انا يعني طلعتها دي مش هرميها، انا دلوقتي هعمل بيها برضو حاجه هقولها لكم دلوقتي. اهم حاجه تصفيها كويس جدا من الميه بتاعتها علشان لما تعملي الكفته يعني ما تفكش منك. ودلوقتي في الكبة بقى بنزل القطع بتاعة البانيه كده في الكبة وهبتدي بقى ان انا افرمهم ناعم خالص. على فكرة لو ما عندكيش كبة ممكن تفرمي الفراخ كده بالمبشرة تجمديها في الفريزر وبعد كده تطلعيها تبشريها، هتتفرم معاكي وهتعملي كفتة الفراخ بمنتهى السهولة، يعني مش شرط خالص على فكرة الكبة. انا كده فرمت بقى الفراخ كويس جدا في الكبه. على فكره يا جماعه الصدر بتاع الفرخه ده انا وزنته تقريبا كده عامل لي نص كيلو الا 50 جرام، فهو ما شاء الله يعني الكميه بتاعته حلوه جدا، او نص كيلو والله يا جماعه الا 10 جرام. فهو ما شاء الله زي ما بقول لكم الفرخه لما بتبقى كبيره بتديكي صدر حلو. دلوقتي حطيت بقى كده الكميه بتاعت اللي هي بتاعت الخروف. فرمتها برضو كويس كده اديتها فرمة بقى مع الفراخ. وهنزل بقى على الفراخ البصل كده بقى والخلطة اللي احنا كنا عاملينها في الاول بتاعت البصل والثوم والفلفل. وهنحط كمان شوية بقى من اوراق البقدونس اللي هي المفرومة. وهنزل بقى بمعلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل اسمر وشويه كمان من البابريكا، يعني زودي بابريكا علشان تديها لون حلو. ومعلقه كبيره بقى من بهارات الفراخ المشكله وكمان معلقه بصل بودر. نفس التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ اللي هي المشويه حطيتها برضو على الكفته. وهعجنهم كويس جدا مع بعض.
علشان بقى الكفته بتاعتي ما تكشش هحط لها معلقتين نشا، وكمان معلقه كبيره ما تكونش مليانه، تكون ممسوحه من البيكنج باودر، هي تقريبا معلقه صغيره مليانه. هعجن بقى الكفته دي كويس جدا، هي تقريبا 3 4 دقايق كده لغايه لما احس بقى انها بقت خليط متجانس. دي يا جماعه الميه بقى بتاعه البصل، انا حطيت لها معلقه بابريكا، وهبتدي برضو ابل ايدي كده وانا بصبع الكفته بتاعتي. وفي الطبق الصغير ده حطيت برضو ايه سنة زيت صغيرة، يعني علشان بقى ايه الكفتة وانا بصبعها ما تلزقش في ايدي. والصينية دي حطيت لها برضو مسحة زيت علشان الكفتة يعني تخرج منها بسهولة وما تتقطعش مني. وهبتدي اعملها بقى صوابع، عايزة تعمليها دواير ماشي، عايزة تعمليها صوابع برضو ماشي، عايزة تعمليها على اسياخ الشيش طاووق برضو مش مشكلة خالص، يعني زي ما يعجبك. اللهم بارك، عايزه اقول لك الكميه بتاعه الكفته تقريبا يعني بتعمل لك 20 صباع. هنا بقى في الحله دي حطيت كده رشه زيت ومعلقه زبده، واحط كمان تقريبا يعني كوبايه مكرونه. هبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس جدا لغايه لما ياخدوا اللون الذهبي. وهنا في الحله التانية دي هحط برده شويه زيت على مكعب زبده. وهنعمل بقى كمان رز اصفر بقى جنب الكفته، بيبقى عايزه اقول لكم تحفه. هنا التوابل يعني بتاعت الرز، هحط ملح وفلفل وكمان بابريكا، واحط معلقه كبيره كركم. هقلب بقى التوابل دي كويس جدا لغايه كده ما احس انها اتحمصت مع الزيت. وفي الاخر خالص بنزل عليها بقى بمكعب مرقه دجاج، لو مش حابه بلاش على فكره، دي حاجه براحتك. بعد ما باحس بقى ان ايه التوابل اتحمصت وريحتها طلعت عليا، بروح نازله عليها بنص كيلو رز بسمتي او رز مصري، الاتنين واحد يا جماعه يدوكي نفس النتيجه. وبتقلبيهم كويس جدا كده لغايه لما ياخدوا بقى اللون، وتحسي ان هما نشفوا خالص من ميتهم. وبعد كده بتروحي نازله عليه بقى بالميه بتاعته. الرز البسمتي كل كوبايه رز بتاخد قصادها كوبايتين ميه. وهغطي عليه بقى لغايه لما يستوي. هنرجع بقى تاني بقى لحله المكرونه، زي ما انتم شايفين كده هي ايه احمرت خالص وبقت لونها ذهبي. خدت بقى الشوربه اللي انا كنت عاملاها الاول بالهيكل بتاع الفرخه، وهبتدي بقى ايه انزل كده على المكرونه. وممكن على فكره الشوربه دي كنت تعملي منها برضو الرز، لكن انا ما حبيتش اعمل الرز بالشوربه. حبيت اخلي الشوربه يعني للمكرونه بس. هخليها بقى تستوي كده على نار هاديه. وهنا معايا شويه بصل، حطيت عليهم ملح وفلفل وسماق. دول بقى اللي انا هزين بيهم الكفته بتاعتي بعد ما تخرج من الفرن. وطبعا دخلت الكفته بقى وصينيه البطاطس الاتنين مع بعض علشان اوفر على نفسي بقى ايه وقت كده، وفي نفس الوقت علشان يعني استعمل الفرن مره واحده. وبعد ما الكفته بقى استوت زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك لونها جميل، وعايزه اقول لكم طريه وزي البغيشه كده جميله جدا. قدمتها على شويه بقى من البقدونس المفروم، وعملت شويه سلطه خضراء بقى، عايزه اقول لكم عجب في منتهى الجمال. ودلوقتي بزينها برضو بشوية بقدونس، وكمان الرز بتاعي استوى وفلفل وبقى زي القمر اهو. حطيته بقى في السيرفيس كده، وزينته برضو كده بشوية من الكفتة. وهزينه كمان بشوية بقى من الكرنب اللي هو البنفسجي، كنت فارمة شوية يعني في الكبة. وشوية بقى من البصل اللي هو بالسماق اللي انا كنت عاملاه معاكم دلوقتي. شايفة بقى من الفرخة الواحدة قدرنا ان احنا نطلع منها صنفين. عملنا فراخ مشوية بالبطاطس في الفرن، وكمان عملنا منها كفتة الفراخ الجميلة القمر دي، مع شوية بقى حبشتكنات كده جنبها. ممكن تعملي عزومة وتعزمي كل حبايبك زي ما انت شايفة كده. اللهم بارك، شكل الاكل والله يفتح النفس. لو وصلتي بقى لغاية هنا ما تستخسريش فيا اللايك ولا في العزومة الجامدة دي بقى. واعملوا لي كمان متابعة لقناتي علشان ان شاء الله يوصل لكم كل ابداعاتي. بحبكم في الله، ما تنسينيش بقى يا حبايب قلبي في الدعاء. شايفين بقى الجمال؟ الله، تعالوا بقى اتفضلوا معانا. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.